السلام بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ان شاء الله يا ربي بقيتكم كلكم صحه جيده. اذا كيف كتلاحظوا معايا اليوم عندنا واحد العرض خفيفه ظريفه. غادي نوجد معكم دجاج محمر. هو ماشي دجاج هكا صاين، يعني دجاجه كلها غير شديتهم بحال هكا وقطعتهم. تقريبا عندي هنا 2 ديال الدجاجات مقطعين. درت 2 ديال المعلقات كبار ديال سكنجبير، معلقه كبيره ونص ديال خرقوم. هنا عندي راس معلقه ديال الشونيه هكا يابسه مطحونه. عندي هنا الثومه ما بين مطحونه وعفوا محكوكه وهكا مقطعه. درت فصوص قطعتهم وفصوص حكيتهم. كيف كتعرفوا الدجاج كيبغي الثومه تكون هكا كثيره. هنا عندي واحد نص حامضه مصير قطعته طريفات على داك الشكل. عندي ضمه البنه اولا ضمه الزعفران. الا كان عندكم زعفران شعره يكون احسن، ما كانش عندكم ديروا غير هكا زعفران ضامه الزعفران. صافي درت شويه ديال القزبر، شويه من ملون غذائي. درت تقريبا كاس ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، كاس ديال العنبه تقريبا. خلطته ما بيناتهم بجوج. صافي كنخلط هذا الشيء، كنشعل البوطه، كنحط الكامله فوق منه، كنخليه يتشحر مزيان. الصراحه راه كيجي واعر. تقدروا ديروا نفس الطريقه في الدجاج، يعني الدجاجه هكايا كلها تقدروا ديروا نفس الشكل، غير انا بغيت نقطعهم بحال هكا كيجيني احسن ما يعني احسن ما نخليه هكا مجموع كيجيني احسن. كاينين عاوتاني شي مناسبه اللي ضروري ما يكون فيها هكاك الدجاج يعني مجموع، فهاد الطريقه ديروها كيف وريتكم. هاد الشرموله راه كتجي زوينه بزاف في الدجاج، كتصرعو كيجي خاطر واعر. غيتبعوا معايا المراحل. هنا راه خديت 2 ديال البصلات، وحده حكيتها على هاد الشكل وحده قطعتها على هاد الشكل رقيقه. عرفتو كتعطي واحد لاصوص للدجاج واعره. حقا ما قلتش لكم راه زدت واحد شويه ديال الماء لحسابي باش ما يتحركش داك الزيت ومع العطريه ويبقى هكاك، يبقى يعني عادي، يبقى يتشحر راكم عارفين. صافي واخا كيبان لكم الدجاج مزاحم فراه غادي يعقب ياخذ بلاصه ديالو، غير راكم عارفين الدجاج شويه تيعقب يتجمع. صافي ما كنقلبوش مزيان، ما كنقلبوش بزاف ديال المرات. مره كنجي كندورو بحال هكايا ولا كنقلبو صافي. هنا راني درت دوك 2 بصلات كي قلت لكم، وحده محكوكه وحده مقطعه، على حساب كميه عاوتاني اللي عندكم. هنا كيف قلت لكم تقريبا عندي 2 ديال الدجاجات مقطعين هكا قطعتهم وصافي. وهذه هي الكميه اللي درت فيها. الا كنتو ديروا كميه اكثر غادي نضاعفوا المقادير. والدجاج ما قلتش لكم حقا، الدجاج خاصو يكون مغسول مزيان مغسول بالحامض، مغسول بالملحه، ناشف. من الاحسن انه يكون ديجا كان عندكم فريغو، حيت فريغو بحال كيطيبوا. فهمتوا راكم عارفين الحاجه كديروها في فريغو ملي كتجبد كتكون بحال طيبه. داكشي علاش هادشي يعاون الدجاج باش هو يجي عاوتاني يجي فتي وزوين. داكشي من الاحسن يعني انه يكون تكونوا غاسلينو ومنشفينو ومقادينو وخاشينو في الفريغو. صافي هنا بعد ما خليته تتقلى مزيان راني زدت ليه واحد الماء، ماشي واحد الماء، زدت ليه واحد الكميه ديال الماء اللي غادي يطيب فيها داك الدجاج، حيت بقيتش غادي نزيد الروي. صافي كندير الماء حتى كنقرب نغطي داك الدجاج. صافي كنحبس على حساب باش يطيب وباش يبقى شويه ديال لاصوص اللي غادا نحط. صافي وكنغطيه وكنخليه. هنا راني درت واحد شويه ديال التحميره على حساب اللون. بغيتو ما ديروهاش تقدروا تستغناو عليها نتوما والاختيار ديالكم. انا هنا درتها غير شويه باش غير على حسابي اللون صافي. المهم بعد ما كنغطي عليه وكنخليه حتى كيطيب داك الدجاج راه دغيا كيطيب. الصدور اللي كياخذوا شويه ديال الوقت راه دغيا كيطيبوا. صافي وكنبدا نحيدو كنديرو في واحد الشبكه وكنخليه يتسقطر. صافي تنخلي داك لاصوص راه حتى هو طاب. درت عليه الزيتون مرق هكا مدقج وغير ديال الدار دزتو عليه. صافي وغير حركت بحال هكا وانا نطفي البوطه، ما خليتوش يطيب مازال، حيت صافي القوام اللي انا بغيت راه هو هذاك. بالنسبه لهذا بغيت نقول لكم الا جاكم شويه جاري تقدروا تاخذوا شويه ديال المايزينا ديروها راه كتخطر.
صافي درت السفه ديال الشعريه عاديه كيف ما كتعرفوا. ما غاداش نكمل معكم الطريقه حتى الاخر حيت فايت ليا درتها معكم في فيديو سابق، غتلقاوهم في صندوق الوصف. غادي نخليه لكم ديال الشعريه، السفه ديال الشعريه. هنا راني درت ليها الزيت باش كنلبسها مزيان على حسابي باش ما تعجنش. صافي وكنبقى نحرك فيها بحال هكا على هذا الشكل هذا حتى كتلبس هذيك الشعريه كلها كتلبس بداك الزيت. صافي وكنكون هنا قبل كنكون درت الكاميله اللي درت فيها الماء باش يغلي. كناخذ الكسكاس كنعمر فيه هذيك الشعريه وكنديرو فوق من البوطه كيبقى يطلع فيه داك الفار. راكم عارفين الطريقه. بالنسبه للناس المبتدئين اللي بغاو يعرفوا الطريقه فانا غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو صندوق الوصف ديال الشعريه. وحتى الترميله ديال الدجاج محمر حتى هو غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو صندوق الوصف حيت فايت ليا انني شاركتها معكم. صافي هنا غادا نحطها بالنسبه لهاد البرمه كندير لها ديك الميكا على حساب باش تبقاش تخرج ليا النفس من الجناب وباش طيب السفه مزيان. راه دغيا كطيب خلاص كنغطيها من البلاستيك عاوتاني بالفوق. صافي ومن بعد ما كتطلع فيها التفويره كناخذ واحد البانيو بحال هكا يكون نقي ديال الدار عادي بانيو نقي وكندير فيه هاد الصفه حيتاش القصريه ما غاداش تهز ليا هاد العمليه انا باغي ندير دابا. المهم تندير الشعريه في هذاك البانيو وكنكب عليها كنخوي عليها الماء طيب، يا اما الماء اللي كانت كتفور فيه الشعريه ولا ديروا ماء اخر. المهم نتوما واللي بغيتو. انا هنايا كبيت عليها الماء مزيان كنبقى نحرك فيها حتى كتشرب هذاك الماء كله تتشربوا صافي. تيبقى غير واحد شويه تنديرها في الكسكاس وتيتسقطع منها حيت هذاك الماء عداكو ترجعوه ليه حيت داك الماء اللي تيكون هابط فيه داك النشا ديال الشعريه هو اللي كيخليها انها تعجن. صافي من بعد راه غادا نرجعها عاوتاني تفور في البرمه. صافي وغادا نخليها حتى تفور. من بعد غادا نولي نحيدها غادا غير نرشها بالماء ونرجعها تفور التفويره الثالثه. صافي بارك عليها راه كتكون طايبه مزيان. مهم هانتوما معايا البنات في الفيديو حتى الاخر خليكم معايا وما تنسوش تدعموني بالاشتراكات ديالكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل الاصدقاء باش تعم الفائده وتكبر القناه ان شاء الله يا ربي. وانتوما معايا في الفيديو حتى الاخر. Ching chang chong, ça pas aidé. Il parle en thaïlandais, ça pas aidé. Tu t'es mis dans la merde, tu as pas idée. Ah, il t'a mis les menottes. Ouais ouais ouais, tu réponds plus au poteau. Ouais ouais ouais, il fait le fou, il fait le mac. Ouais ouais ouais, on boit toute la night. Tu attends son appel, ah, il t'a mis les menottes. Ouais ouais ouais, tu réponds plus au poteau. Ouais ouais ouais, il fait le fou, il fait le mac. Ouais ouais ouais, on boit toute la night. Tu attends son appel. Non, il t'a pas jeté de sort, c'est toi qui es fait. Petit costard Louis Vuitton, c'est vrai qu'il est beau gosse. Tu veux l'impressionner en boîte, tu sors les loups boutins. Tu comptes rentrer avec lui, mais il s'arrache avec une autre. Ouais ouais, qui est venu à sa table pour gratter 2-3 revêts. Il te fait mal, faut que tu tailles. Va te sucer ton sang et te dire bye bye bye. Il t'a mis les menottes. Ouais ouais ouais, tu réponds plus au poteau. Ouais ouais ouais, il fait le fou, il fait le mac. Ouais ouais ouais, on boit toute la night. Tu attends son appel. صافي البنات هنا خديت البطاطا الكميه اللي غتكفاني قطعتها على هذا الشكل درتها تسلق واحد شويه غير كتطلع فيها الغليه وكنطفي عليها. صافي درتها في واحد الشبكه باش تسقطر ما كطيبش ديك البطاطا غير كتدخل للطيوبه. صافي وكنطفي عليها البوطه على حسابي الا طابت بزاف راه غادا تبدا تهرسني باش نبداو نقليو فيها. صافي هنا راني درت الزيت سخن ودرت هذيك البطاطا باش نقليها ان شاء الله يا ربي. وغادا نبقى كنقلب فيها بحال هكا حتى كطيب. ما نحمروهاش غير تبان لكم كايه بدات كتصفر. صافي نطفيو عليها. صراحه هكا كتجي زوينه احسن ما تبقاو تقليو فيها بحال هكا غير بوحدها وما كتهش الزيت بزاف ودغيا كطيب. العكس ديال انك ما تسلقيهاش وكتقليها هكاك نيشان كتجي هكا كارمه وما كيجي عندها لا مذاق لا والو كتهز الزيت عاوتاني بزاف. صافي هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي. الصراحه كتجي زوينه بزاف. المهم انا درت الكميه اللي غتكفاني
وصافي البنات انا غادا ندوز لداك الدجاج واش غادا نحمرو. انا غنحمروش، ما غاداش نحمرو في الزيت، غنحمرو غير في الفران. خديت هنايا الزبده، اي زبده متوفره عندكم. انا درت الزبده ديال المارغرين، دخلت واحد شويه الفران على حساب باش تذوب واحد شويه باش نقدر نخدم بها، واخا تا دغيا رجعت جمدات ليا مع الجو بارد. صافي خديت الطاول غادا ندخل الفران، دهنتها بالزيت بحال هكا، وبديت كنهبط في هذوك الطروفه ديال الدجاج، وغادا نبدا كندهن فيهم بحال هكا بالزبده كلهم، حيت هاد الزبده كتعطيهم واحد اللون مذهب وكيجيو زوينين. وبالنسبه يعني ما تخليوهمش في الفران بزاف، دغيا كيطيب الصراحه، كيجي هاد الدجاج في الفران كيجي واعر. وإلا كنتو دايرين دجاجات حتى هما بحال هكا دجاجه صينه، كتشدوها هكا الزبده، الا كانت عندكم الهريسه ديروا شي معلقه ديال الهريسه، ما كانتش عندكم ما ديروهاش. التحميره ما ديروهاش حيت التحميره غير كتحرق، كيجيب واحد المذاق في الدجاج خايب. داكشي علاش بلا ما ديروها، حيت اصلا كيذهب بلا تحميره بلا والو. صافي هنا كنكون شاعلت الفران قبل، درتو على الماكسيموم، شعلته من التحت والفوق، وغادا ندخلو الفران. من الاحسن ان الفران يكون سخون بزاف، حيت الا كان كايا منقوس راه غادي داك الدجاج غيولي قاصح. صافي انا هنا جاني الصراحه جا زوين، جا واعر، ما جاش قاصح، جا محمر وجا طيب وفتي وجا زوين بزاف. هانتوما شوفوا اللون ديالو، مازال لين ما عطيش حقه ديال الحموريه، صراحه كيجي واعر هكا، كيتحمر في الفران كيجي احسن بزاف من الزيت. وصافي هنا راني بديت كنحط، راه درت 2 ديال الطباسل، كل واحد حطيت فيه على حساب العدد ديال الناس اللي كاينين. المهم رجال شويه كتار درت في هذا، والاخرين شويه العيالات شويه قلال درت في الاخر. صافي بديت كنحط في داك لاصوص. شوفوا الختوريه ديال داك لاصوص كيفاش داير، الصراحه كيجي واعر، غير جربوا هذا الوصف والله ما تندموا، كيجي على مزينات. وانا بالنسبه لي فاش كنبغي نحط ما كيعجبنيش كنحط لاصوص فوق من الدجاج على حساب باش تبان ديك الحموريه ديالو ما يجيش هكاك مجخلط. كاين اللي كيحط لاصوص فوق الدجاج، انا درتو غير في الجناب صافي. ودرت ديك البطاطا من الفوق، وهنا الصفه حتى هي جات فيه واحد البنه ديال دانون واعره. تبعوا معايا هاد الوصفه الصراحه جات كتحمق. هنا درت 2 ديال الفانيات، ودرت 2 ديال دانونات بنكهه الفاني حتى هما، وغادا نخلطهم مزيان في هاد الصفه. الصراحه راه كيجيبها واعره، عرفت واحد المذاق تناكل تنقول الصفه شحال جات بنينه. والله ما كذبت عليكم، تناكل تنقول شحال جات بنينه، جا فيها داك النكهه ديال دانون وديال الفاني، جات واعره. صافي هنا كنبدا نخلط، انا ما كيعجبنيش نخلط بالمعلقه هكا تستعمل ايدي، ما كاين ما احسن من اليد، كتعرفي القياس، كتعرفي كيفاش تحكمي فيها وكل شيء. هنا راني حيت المعلقه وبقيت كندير غير بايدي، كنحرك فيها مزيان. صافي نتوما كيف كتشوفوا معايا بديت كنحط في الطباسل. هذيك السفه كتجي طايبه وكتجي واعره، ما كتجيش معجنه نهائيا، كتجي زوينه وفي داك المذاق حتى هو واعر. تقدروا بغيتو تزيدوا مع شويه ديال السكر كلاصي هكايا زيدوا، بغيتش نزيد على حسب الناس اللي يكونوا كيبغيوش حلاوه، كيبغيو حاجه مسوسه ولا شي حاجه. المهم ما درتش فيه السكر، خليته هكاك، درت واحد الطبيط غادا ندير فيه السكر وشويه من الفوق وصافي. المهم هنا مزوقتهاش بزاف، تقدروا تذوقوا باللي بغيتو، تقدروا ديروا المشماش يابس، تقدروا ديروا الزبيب معاها ملي كانت كتفور. انا ما درت حتى شي حاجه، درت غير هكايا، خديت الكاوكاو مهرمشتو، درت معاه شويه ديال القرفه وحطيته من الفوق، وغادا ناخذ عاوتاني قرفه غادا ندير بها هكايا خطوطه في الجناب كديكور وصافي بالزواق العادي. وغادا ندير شويه ديال السكر كلاصي من الفوق وصافي. البنات غادا نوريكم الشكل النهائي. كنتمنى ينال اعجابكم فيديو ديال اليوم. كيف قلت لكم غنخلي لكم في صندوق الوصف الطريقه ديال الصفه والطريقه ديال الدجاج محمر اولا الترميله ديال الدجاج محمر وصافي. هنا راني رافقته مع الطبيصلات ديال السكر كلاصي، وهذا هو الشكل ديالهم. الصراحه راه جات واعره والله ما كذبت عليكم بنات، جا المذاق ديالها واعر، لا هي ولا الدجاج حتى هو جا فيه واحد المذاق واعر. بالنسبه للدجاج الا كان عندكم اسم الحار حتى هو ديروا، انا ما كانش وفر عندي ما درتوش، غير هو راه جا زوين بلا سمن بلا حتى شي حاجه. ايوا البنات خليتكم على خير، ونتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تدعموني في الاشتراكات ديالكم وتخليوا لي لايك، وبسلام عليكم. فيديو قادم ان شاء الله يكون حسن من هذا. خليتكم على خير. Ching chang chong, ça a pas aidé. Il parle en thaïlandais, ça a pas aidé. Tu t'es mis dans la merde, tu as pas idée. Ah, il t'a mis les menottes.
menottes. Ouais, 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 tu réponds plus aux potes.